فيديو النهاردة يا بنات ولادك هيحبوه جدا وهيطلبوه منك كل يوم، عشان احنا هنعمل اكلات سريعة. ومش اي اكلات سريعة، لا، دي اكلات المطاعم الفخمة. اتحداكي لو عملتيها بنفس التكنيك وما طلعتش زي اللي انتي بتجيبيها من بره، واحلى كمان. هنعملها النهاردة في منتهى التوفير، وهقولك على كل اسرارها بامانة ربنا، كل اسرارها. واقسم لك بالله انا ما هسيبلك اي حاجة في الفيديو غير لما تكوني طالعة منه استاذة. استاذة بمعنى الكلمة، يعني هتوفري فلوسك وتعملي كمان افخم الاكلات. شفتي بعد كده توفير؟ ده مفيش خالص بعد كده توفير. يلا تعالي نبدأ الفيديو بتاعنا، بس عايزاكي بقى توصلي الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. عايزاكي تحطي لايكات كتير علشان كمان غيرك يستفاد. ويلا نقول بسم الله. والنهارده هنعمل الفراخ المشويه، ومش هتبقى فراخ مشويه كده في الفرن وخلاص، لا، هنعملها بتتبيله خطيره جدا، وهنعمل كمان معاها بطاطس مشويه من نفس تتبيله الفراخ، وهتطلع بجد عبقريه، حاجه كده خيال. مش هتصدقي انك عاملاها في البيت، وكل ضيوفك مش هيصدقوا ان انتي عاملاها في البيت، هيقولوا لك لا انتي جايباها من بره علشان خاطر شكلها الخطير دوت. وهقول لك شكلها يطلع معاكي كده ازاي. انا هنا عاملاها على الشبكه، لو انتي ما عندكيش الشبكه بتاعه الفراخ اللي بتدخل الفرن، هقول لك على حاجه موجوده عندك في البيت تقدري تطلعي نفس الشكل دوت بالظبط، وهتديكي نفس النتيجه كمان. وهقول لك على التسويه المظبوطه. تعالي نبدا وصفتنا. انا هنا جبت فرخه او دجاجة، ومعايا كمان بصل. انا هنا هستخدم البصل ابيض واحمر. هاخد كده من الطعمين. عند الراجل بتاع الشوي بيستخدم البصل الابيض بس انا حبيت ادخل الطعمين عشان يدي في الاخر طعم لذيذ جدا. وكمان معايا 3 حبات من الطماطم، وفلفل اخضر 3 حبات برضو، ومعايا بهارات ملح فلفل اسمر كركم، ومعايا بابريكا ومرقة فورية وبصل بودر وتوم بودر، وكمان رشة سماق ورشة جوز الطيب، وكمان كمون وكزبرة ناشفة. هاخد من التوابل دي كل حاجة معلقة صغيرة، مش هكتر عن كده. وهستخدم هنا معلقة كبيرة من المستردة. لو انتي مش عندك المستردة ممكن تستغني عنها تماما، مفيش مشكلة. التتبيلة معايا مميزة جدا، لو عايزة تستغني عن اي حاجة من التتبيلة دي استغني، بس انا هقولك ايه اللي اساسي فيها ممكن تحطيها. جبت هنا معلقة اهوت كبيرة من المستردة، وحطيت على البهارات بالشكل دوت، وهنزل كده معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. ودول اساسي معاكي في التتبيلة، علشان دول اللي بيدوا طعم كده زي بتاع بره بالظبط، بجد بيفرقوا في الطعم جدا. فلازم تحطي على التتبيلات اذا كان فراخ او دجاج او لحمة مشوية، فلازم تحطي الصويا صوص ودبس الرمان على التتبيلات اللي انت هتتبلي بيها. ومعايا كمان استخدمت هنا 3 معالق من الزيت كبار على المقادير اللي انا حطيتها دلوقتي دي بتاعه التوابل، او بالشكل دوت. التتبيله دي لوحدها جامده جدا من قبل ما اكملها. وهجيب كمان معلقه صلصه، دي صلصه جاهزه، مش صلصه طماطم انتي عاملاها، لا، صلصه جاهزه اللي هي في العلب. وهحطها كده واقلب التتبيله دي كويس جدا علشان خاطر كل المكونات تمتزج مع بعض، وكمان الملح يدوب معايا كويس جدا، ودي خطوة مهمة. ممكن استخدم التتبيلة دي لوحدها واكتفي بيها كده للفراخ كتتبيلة اساسية معايا، بس انا الاضافات اللي انا حطيتها عليها هتعزز الطعم جدا، وهتخلي لك الفراخ بالظبط بالظبط مشوية زي ما انتي بتجيبيها من عند الراجل اللي بيشوي من بره، او من عند افخم مطعم ممكن تجيبيها منه. هنزل هنا في الكبة بتاعتي بالطماطم. انا هنا استخدمت 3 حبات طماطم بس، مش هكتر عن كده، والتتبيلة دي زيادة معايا اهو، ممكن تستخدمي حبتين بس. انا هنا وزن الفراخ بتاعتي علشان تطلع التسوية مظبوطة لازم اجيب الفرخة لا تقل عن كيلو 700 جرام، يعني او كيلو 750. ما تزوديش عن كده وما تقلليش عن كده علشان تطلع معاكي التسوية مظبوطة. لو جبتيها 2 كيلو او 2 كيلو ازيد هتطلع معاكي فيها دم من جوه، هتغلبك جدا مهما قعدتي تسيبيها في الفرن وتسويها كويس، برضه هيفضل فيها دم من جوه. لكن احنا هنجيبها وسط فتبقى مظبوطة معانا، هي كيلو 700 جرام او كيلو 750 جرام، مش هنكتر. وزي ما قلتلك امشي معايا على الخطوات مظبوطة جدا. بعد ما فرمت البصل مع الطماطم مع الفلفل في الكبة هيبقى فرم ناعم، هنزل عليهم بقى بالتتبيلة. وانا عملتلك التتبيلة في الاول لوحدها اللي هي الاولانية،
وعملت كمان كده زودت عليه الاضافات دي. لو عايزة تعملي دي او دي الاتنين حلوين جدا، بس انا بقولك اعملي التتبيلة دي زي ما انا عاملاها كده، هيطلع معاكي الطعم مظبوط 100%. ومش هتصدقي بجد قد ايه الريحة والطعم هتقلب الدنيا بجد، حاجة كده روعة. اهم حاجة بقى علشان قبل ما اعمل التتبيلة واحطها على الفراخ بتاعتي او الدجاج بتاعي، همسك كده الفرخة بتاعتي بعد طبعا ما غسلتها كويس جدا وتصفت من الدم بتاعها كويس جدا، هجيب الشوكة او سكينة وهفضل ان انا اغرزها كده من كل حتة، يعني من عند الورك والصدر ومن عند تحت الجناحات وكل حتة، علشان لما اجي احط التتبيلة تتغلغل فيها كويس جدا وتتشرب كده منها. هاخد كده معلقتين 3 في البولة اللي انا هحطها فيها، وهاخد الفراخ بتاعتي. انا هنا استخدمت الفرخة بتاعتي وكمان ورك معاها علشان عدد افراد الاسره. لو حابه تعملي فرختين تعملي، لو عندك عزومه اعملي زي ما انت عايزه، على قد ما انت عايزه تعملي اعملي. الورك برضو هغرزه كده بالشوكه علشان ياخد برضو من تتبيله الفراخ زيها بالظبط وياخد نفس التسويه. وبعدين هنزل كده بنص التتبيله بتاعتي، اشوف الاول هي محتاجه قد ايه اهوت. وبعدين هفضل بقى ادعك التتبيله دي بالفراخ بتاعتي في كل حته فيها، من فوق ومن تحت، مش هسيب حته الا لما ادعك بيها الفراخ اهو. ولو في كده تحت الجلد هفرغ كده بايدي تحت الجلد بالشكل دوت، وهدخل التتبيله جوه الجلد علشان التتبيله تبقى واصله لها من جوه ومن بره وتبقى طريه معاكي. لو انت حطيتيها من فوق بس هي مش هتبقى طعم الفراخ من جوه مظبوط زي ما انت بتعمليها. لا اعمليها كده، بس لازم تتبل من جوه ومن بره كويس جدا اهو. انتوا زي ما انا بعمل كده اعمله. شايفين الحته دي؟ يعني انا دلوقتي بفتح الجلد وبحط اهو جوه، ولو في حته من الجلد مش مفتوحه بعملها كده بصبعي، حاجه بسيطه بس ما يتقطعش مني عشان في الاخر يطلع شكلها حلو. وبعدين بدخل التتبيله جوه كده. اتعملت معايا كويس جدا. هسيبها ساعة كده جوه التلاجة، وبعدين ارجع تاني اقلبها علشان اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، علشان اتأكد كويس جدا ان هي مظبوطة 100%. خلاص كده اتبلت معايا وجاهزة معايا. هجيب بقى بطاطس. انا هنا مش هحط البطاطس مع الفراخ، انا بعمل فراخ مشوية ملهاش علاقة بالبطاطس خالص. دي مش صينية فراخ بالبطاطس، لا، انا بعمل بطاطس لوحدها وكمان فراخ مشوية لوحدها. بس انا هعمل حركة هنا وجربيها وهتدعيلي عليها بجد، ان انا هاخد البطاطس واحطها في الصينية علشان تاخد من طعمه تتبيلة الفراخ. وهقولك ليه انا عملت الحركة دي دلوقتي. هجيب كده البطاطس واقطعها كده صوابع تخينة شوية بالشكل دوت، يعني على حسب قد البطاطس اللي انت عايزاه. وهجيب صينية كده بعد طبعا ما دهنتها شوية زيت، وهبدأ ان انا اخد التتبيلة بتاعت الفراخ، وهنزل بقى كل التتبيلة اللي انا تبلت بيها الفراخ هنفضها كده من عليها بالشكل دوت اهو، لحد ما انزل بقى كله. انا نزلت هنا من الورك اللي انا عاملاه ومن الفرخة كاملة بالشكل ده. يبقى انا هنا خدت شوية من طعم التتبيلة، لما قعدت شوية مع الفراخ او الدجاج هتدي طعم رهيب. جربي بس الحتة دي والله هتعجبك جدا. وبعدين هنزل كده بشوية من التتبيلة على البطاطس واقلبها كده ببعضها، خليها كده تتغلغل مع التتبيلة بتاعة الفراخ اهو بالشكل ده. هتقوليلي طب انتي كده تبلتيها والفراخ نية، مش هيجرى اي حاجة، عادي جدا. اهي بقت جاهزة معايا. وعلشان ما تنشفش معايا في الفرن هجيب كده نص كوباية من المية وهنزل بيها كده من الجناب علشان التتبيلة متقعش من عليها من على الوش. وهجيب الشبكة بتاعتي وهحطها كده، وقبل ما احط الفراخ على الشبكة هدهن الشبكة كويس جدا. ودي خطوة مهمة من الزيت، دهنة زيت كده من فوق ومن تحت للشبكة للوشين، علشان خاطر الفراخ بتاعتي ما تلزقش فيها وتبقى صعبة معايا لما اجي اطلعها ما يبقاش شكلها مش حلو. طب انتي دلوقتي لو مش عندك الشبكة دي تعملي ايه؟ في فكرة حلوة جدا. هجيب برضو الصينية بالشكل دوت، وهجيب عصيان الشيش طاووق اللي هي السميكة اللي هي تخينة شوية بتاعة الكباب، وبعدين هرصها كده بالطول وبالعرض على الصينية وهنزل عليها الفراخ. وبرضو هدهنها قبل ما احط الفراخ بتاعتي، هدهنها كويس جدا بدهنة زيت بالفرشة
وكمان هبلها علشان خاطر ما تتحرقش معايا في الفرن، وكمان ما تلزقش في الفراخ بتاعتي. هتحطيها بالطول وبالعرض، هتديكي نفس المربعات بتاعت الصينية دي بالظبط، وبكده هتديكي النتيجة واحدة. وبعدين هنزل بباقي التتبيل اهو بالشكل دوت. دول حبة فضلوا معايا، انا كمان كان في حبة فاضلين معايا، عادي جدا هشيلهم في الفريزر. تقدري تستخدميهم في اي وقت، وتقدري تستخدميهم لاي تتبيله، اذا كان فراخ او لحمه او اي حاجه عندك. بجد حلوه جدا. لازم تبقى التتبيله دي اساسي عندك في الفريزر، وتطلعي منها الوقت اللي انت عايزاه، مش هيجرى لها اي حاجه. وبعدين هقفل بقى بالشبكه كده. هولع الفرن على درجه حراره 200، وهحطها على الرف الوسطاني. بس لازم الاول اغطيها، لو انت عندك ورق زبده اغطيها الاول بورق زبده مع دهنه زيت، وبعدين هغطيها بالورق الالومنيوم كده بالشكل دوت. انا بصراحه ما كانش متوفر عندي فغطيتها كده. المهم ان انا لازم اغطيها كويس جدا، ولازم الصينيه اللي تحت تبقى على قد الشبكه اللي فوق، علشان خاطر ما تلزقش منك، وعلشان خاطر كمان ما تبوظش معاكي الفرن. طب انا ليه حطيت البطاطس تحت وحطيت الفراخ كده فوقيها؟ علشان اي صوص ينزل من الفراخ هينزل على البطاطس. بجد هتاكلي بطاطس عمرك ما اكلتيها في حياتك. وشمي بقى ريحة الشوي والجمال. بعد ما تستوي هشيل الورقة دي وهحطها تحت الشواية لحد ما تاخد اللون اللي حضرتك شايفاه ده. عايزة اقولك اكيد الريحة وصلولك حاجة كده بجد كانت قلبة ريحة البيت. وعلشان بقى ناخد الطعم المظبوط بتاع الشوي، جبت فحمية وسخنتها على النار كويس جدا لحد ما ولعت معايا. وبعدين هحطها كده على ورقة ألمونيوم بعيد طبعا عن الفراخ خالص. وبعدين هنزل عليها بأي مادة دهنية، إذا كان زيت أو سمنة عادي المتوفر عندك، وهنزل عليها كده بالورق واغطيها كويس جدا، واكتم كل البخار ده جوه. يا بقى ما اقولكيش على الريحة، بجد فظيعة فظيعة. ازاي العيال ما كانوش مصدقين اكني بجد جايباها من بره. انا هنا كل حاجة خلصت معايا، وبعد ما خدت من ريحة الشوي يعني كله بقى جاهز، الفراخ وكمان البطاطس. والبطاطس بقى هنا رهيبة، دايبة دوب، مش هقولك دايبة قد ايه. وتفتكري بقى بعد كل دوت انت هتقدميها كده وخلاص؟ لا طبعا، احنا لازم نقدمها زي المطاعم الفخمة كده، ونقدمها كأننا جايبينها من بره بالظبط. وشوفي بقى هم هيقولولك عليها ايه. هجيب العيش اللي هو الشامي، هفتحه كده وهحط عليه الفراخ بتاعتي كده بالشكل دوت. شايفين كمان الصوص اللي نازل في الصينية دوت من تحت؟ بجد حاجة رهيبة جدا. انا هنا عطيت بس الصينية بتاعت البطاطس وش كده تحت الشواية علشان لونها يبقى حلو، والفراخ نزلت معايا الصوص ده انا مش هرميه خالص، بجد رهيب. اوعي ترميه، انزلي كده عليه بالفراخ علشان يديله لمعة حلوة كده من فوق، وطعمه حلو جدا بجد. اوعي ان انتي ترميه. وكمان علشان العيش بتاعك يبقى مليان بالصوص كده زي اللي انتي بتجيبيه من بره بالظبط. هما كده بيحطوا العيش تحت الفراخ او المشويات علشان يشرب كده، بيبقى متبل بجد. العيش ده لوحده بيتاكل كده من غير اي حاجة. والبطاطس اهيت واخده لون كويس جدا، وكمان التسوية مظبوطة 100%. هاخد بقى البطاطس وهنزل بيها كده على جناب الفراخ كلها بالشكل ده اهو، لحد ما اخلص البطاطس كلها. بس كده، وده هيبقى شكلها النهائي. اخدت الصوص اللي فضل من البطاطس ونزلت بيه كده في طبق لوحده علشان خاطر اللي عاوز ياخد منه ياخد. وكمان عملت معاها سلطة طحينة، وممكن تعملي معاها سلطة بابا غنوج، وهزينها كده بالبقدونس من فوق. بجد حاجة في منتهى الشياكة. طبعا البقدونس دوت اساسي مع اي مشويات، بيدي شكل حلو وكمان بيدي ريحة حلوة. والله بجد خطيرة. انتوا لازم يا جماعة تجربوها، وجربوها بالظبط بنفس المقادير وبنفس الخطوات، هتطلع معاكوا احسن من بره. والله ما هتجيبيها من بره تاني، وهتعمليها دايما في بيتك. طعم وريحة اقسم بالله مفيش بعد كده. ويلا تعالي نبدأ بقى في الوصفة التانية اللي بجد خرافة. مش هتصدقي من جمالها ان انت بقى عاملاها في البيت، والله بكل اسرارها، انا مش بكدب عليكي ابدا. ويلا تعالي هتشوفي معايا. حصري ولأول مرة كل أسرار فتة الشاورما السوري الأصلية بالطريقة الأصلية، وبأكد بالطريقة الأصلية، نفس الطعم. وهقولك بقى على نكهة الدجاج أو الفراخ بتاعة الفتة بطعم ونكهة تنافس أشهر المطاعم السورية.
هعلمك الرز البسمتي الاصلي بتاع المطاعم السورية بيتعمل ازاي من غير نكهات كتير ومن غير اي حاجة، يطلع معاكي كده رز فاخر كده من الاخر. وهعلمك كمان كريمة الثوم هتبقى مظبوطة على الشعرة. تعالي نبدأ وصفتنا واقولك انا عملتها ازاي. انا هنا استخدمت رز بسمتي، وفي نوعين من الرز البسمتي موجود في السوق او في السوبر ماركت، الحبة الطويلة والحبة اللي هي الصغيرة. انا استخدمت حبة الرز الطويلة علشان اجيب نفس الطعم والشكل بالظبط. وهنا بقى هقولك على المعيار المظبوط للرز. انا استخدمت 3 كوبايات من الرز، غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في مية حوالي ربع ساعة مش اكتر. وبعدين جبت معلقتين زيت كبار وسخنتهم على النار كويس جدا، مش هخليهم يقدحوا، هخليهم يسخنوا بس. وبعدين التوابل اللي انا هحطها ملح وفلفل اسمر وكركم. الملح على حسب الرز اللي انت هتعمليه، وكمان الكركم هحط منه معلقة كبيرة، والفلفل الاسمر نص معلقة صغيرة. لما سخنت الزيت بالشكل دوت نزلت بالتوابل على طول، وهديها كده تحميصة، مش هحرقها، هخلي بس ريحتها تطلع، مش هسيبها كتير. وبعدين بعد ما اتحمصت كده معايا عاير بقى الرز بتاعي. انا استخدمت 3 كوبايات، يعني هحط 3 كوبايات من المية قصادهم بنفس معيار الكوباية اللي انا عايرت بيها. نزلت اهوت بالثلاث كوبايات، وبعدين هاخد كمان كوباية ونص من المية. يعني عندك 3 كوبايات، كل كوباية بتعادل من المية كوباية ونص من المية، كوباية ونص من المية بنفس معيار المج اللي انت حطيتي بيه، هو علشان ما يختلفش معاكي. هسيب المية تغلي على النار مش كتير علشان ما تتبخرش وتقلل كمية المية معايا. وبعدين هنزل بالرز البسمتي بعد ما شطفته كويس جدا وغسلته، وبعدين صفيته من المية علشان خاطر معيار المية يظبط معايا كده، مفيش اي مية خالص في الرز. وهنزل بيه كده واديله تقليبة، وهحطه على نار عالية. هكون معلية النار واكون واقفة قدامه، مسيبوش خالص علشان خاطر ما يشدش مني من تحت ويلزق مني وتطلع ريحة مش حلوة من الرز. وبعدين هغطي عليه لحد ما يغلي. هو هيغلي على النار مش زي الرز العادي بيغلي على طول ويتشرب على طول، لا بيقعد شوية كمان. اول ما يتشرب كده مش هخليه يبقى ناشف قوي من المية بتاعته، بس يكون مفيش مية او بس ما يبقاش ناشف. هقلبه كده تقلبتين واسيبه واحطه على نار هادية واغطي عليه 10 دقايق بالظبط، اقل من ربع ساعة وهيكون جاهز معايا. هسيبه مش هقلبه تاني عشان ما يتكسرش. تعالي بقولك على التتبيلة الرهيبة بتاعت الفراخ. انا هنا معايا عسل اسود ومعايا خل ابيض وصويا صوص ودبس رمان. المية بقى اللي في البرطمان دي انا ما بستغناش عنها تماما. المية دي بستخدمها لكل المشويات ولكل التتبيلات، رهيبة رهيبة، لازم تبقى عندك اساسي. هي عبارة عن ايه؟ عن بصل وكمان فلفل الوان، فرمتهم في الكبة كويس جدا، وبعدين عصرت المية اللي فيهم، خدت المية وسبت البصل والتفل بتاعهم على جنب، استخدمتهم في وصفة تانية اذا كان في كفتة او في اي حاجة تانية. وبعدين المية باخدها كده وبسيبها وبحوشها في الفريزر، وبتبقى معايا جاهزة لأي تتبيلات أنا عايزاها. وبعدين معايا التوابل اللي أنا هحطها، ملح فلفل أسمر وكركم وكمون وشطة. ويعني لو مش عايزة شطة ما تستخدميش، بس عايزة تستخدمي أي توابل بقى في الخطوة دي استخدمي، بس على أساسهم هيبقى حبهان البودر، وكمان او ممكن كمان تستخدمي الحبهان حصى عادي مفيش مشكلة، مش هيختلف معايا في اي حاجة. ومرقة فورية، وكمان معايا جوزة الطيبة، دي بقى لازم اساسي في التتبيلة بتاعة الفراخ. هحط اهوت، وكمان ورق لوري ممكن استخدم واحدة بس مش 2، انا هنا حطيت 2. هنزل كده بالتوابل، وطبعا هشيل جوزة الطيبة على جنب علشان مش هينفع ان انا احطها كده، لازم ابشرها. هاخد كده بشرة منها على قد ربع معلقة صغيرة، هبشرها كده اهو. انا ما خدتش كتير، ربع معلقة صغيرة. هي نكهتها قوية جدا بس بجد بتدي طعم رهيب، ودي اساسي معاكي. وبالنسبة للخل تقدري تستخدمي الخل الابيض او كمان الخل التفاح عادي جدا، مش هيأثر حاجة في الوصفة. حطيت منه معلقة صغيرة. وكمان عسل اسود، انا هنا ما استخدمتش العسل الابيض، والعسل الاسود هيفرق جدا طعمه في الوصفة بتاعتي دي. حطيت كمان معلقة صغيرة، وكمان معلقة صغيرة من الصويا صوص، ومعلقة صغيرة كمان من دبس الرمان. هكتفي كده بمعلقة صغيرة. وبعدين اخد بقى التتبيلة الجامدة بتاعتي دي، المهم ما يبقاش فيها تفل البصل،
تكون متصفية تماما علشان ما تتحرقش معايا وانا بعمل الفراخ بتاعتي او الدجاج بتاعي. هنزل بيهم كده بنص كوباية اهو، والباقي دوت هشيله في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه، دي بتقعد كده سنين عندك كلها بيجرى لها اي حاجه، بس اهم حاجه تكوني شايلاها في الفريزر عشان كمان ميه البصل ما يبقاش ريحتها مش حلوه. هحكمها كويس جدا واقفلها واشيلها. هقلب بقى التتبيله دي، لازم تتقلب كويس جدا علشان خاطر الملح والتوابل اللي فيها والمرقه الفوريه وكل حاجه كده تدوب كويس جدا. لازم الخطوة دي اهم حاجة علشان ما يبقاش فيه قطع كده على الفراخ. جبت بقى هنا صدور دجاج، استخدمت صدر ونص وعملوا معايا اطباق كتيرة جدا. هتشوفي دلوقتي في اخر الفيديو الكمية اللي هتطلع معايا. لو انت عايزة تستخدمي صدر كامل او نص صدر استخدمي زي ما تحبي. بعد ما غسلتها كويس جدا هغرزها كده بالسكينه، المهم ما يبقاش فيها ميه، لازم انشفها. وبعدين هشيل القطعه دي، القطعه اللي هي الطريه اللي هي طالعه دي هستخدمها واتخلص منها تماما علشان ما تتحرقش وانا بعمل الفراخ. وانا مش هستخدمها يعني دلوقتي، هشيلها في الفريزر ابقى استخدمها في اي وصفه تانية. هي هايله جدا، بتدخل في وصفات بجد طعمها رهيب جدا. هقلب بقى الخلطه دي وهنزل على طول بصدر الدجاج اهو. هنزل بصدور الكميه اللي انا عملتها كلها بالشكل ده. المهم ان الخلطه او التتبيله دي تغطي الدجاج كله، يعني من فوق ومن تحت، لازم كده تغطيها، او انتي من الوقت للتاني تقدري تقلبيها بالشكل ده علشان خاطر تتبل كويس جدا، وان الدجاج او صدور الدجاج تبقى من جوه متبله والتتبيله واصله لكل حاجه. عشان كده خرمناها. التتبيله دي هايله هايله هايله، وتقدري تشيليها كده في الفريزر زي ما هي، بس بعد ما تسيبيها ساعه بره. انا هستخدمها على طول؟ لا طبعا مش هستخدمها على طول، لازم التتبيله دي اسيبها كده في الفراخ او الدجاج بتاعي ما يقلش عن ساعتين 3. انا بصراحه سبتها من قبلها بيوم، وكل ما تسيبيها كل ما هتديكي نتيجه افضل. تعالي بقى نعمل كريم التوم او التوميه الاصليه بتاعه المحلات السوري، وبنفس النكهه وبنفس القوام. اتحداكي لو انتي بجد عملتيها وما قلتيش ان هي نفس الطعم. جبت هنا 3 معالق من النشا ونزلت عليهم بنص كوبايه ميه. ركزي كويس في التومية دي علشان بجد النكهة تطلع مظبوط. في حاجات هنحطها عليها ضروري لازم تجربيها. انا هنا مش هستخدم زبادي، انا استخدمت هنا لبن قاطع او اللبن الرايب، وكمان معايا 6 فصوص من الثوم. انا هنا عامله كميه كبيره، لو عايزه تقللي الكميه اعملي اقل من كده، بس اعملي كميه وشيليها في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجه. هاخد الثوم بقى مش هحطه على النار نهائي، ههرسه كده لحد ما اخليه ناعم. تقدري تحطي حبه ملح صغيرين علشان خاطر ينعم معاكي. لو عايزه تعملي حبه دول في الكبه، بس هم حبه صغيرين مش مستاهلين، لحد ما افرمه كده فرم ناعم. وبعدين هنزل كده على اللبن الرايب بتاعي او الحليب الرايب وهقلبه كده شويه. ليه بقى انا عملت الخطوه دي ومحطتوش على النار؟ علشان بيفرق كتير في الطعم. جربي كده تحطيه كده، هيبقى التست عالي معاكي وهيبقى حلو جدا. هملحه بقى على حسب الكميه اللي انت عاملاها. وبعدين هحط فلفل اسمر ومش كتير، ربع معلقه صغيره ده كفايه جدا. وهحط كمان نص معلقه صغيره من الخل الابيض، بتفرق كتير في الطعم. وهضيف كمان نص ليمونة، هاخد كده نص عصرة منها، مش هضيف الليمونة او نص الليمونة كاملة، لا هاخد كده عصرة لنص الليمونة بالشكل دوت. وده اللي بيديكي الطعم المزز شوية اللي انتي بتدوقيه في التومية الاصلية اللي انتي بتجيبيها من بره. جبت بقى النشا والمية من على النار وهقلب فيهم كده لحد ما الخليط دوت يتقل معايا ويبقى بالشكل دوت. المهم ان هو يدي لون فاتح كده، ما يبقاش فيه اي لون من النشا خالص علشان خاطر طعم النشا ما يبانش في التومية. وبعدين هنزل كده في البولة بتاعتي على الخليط اللي انا حطيته بتاع التومية علشان اقلبه شوية واضيع السخونية شوية، علشان لو حطيته في الخلاط ممكن يبوظ. فانا فضلت ان انا اضيع السخونية الاول هنا كده، وبعدين ابقى احطه في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر ممكن تعملي بيه على طول. وبعدين هنزل هنا بشوية زيت، حطيت شوية زيت قبل ما اضربه في الخلاط. وهقولك ازاي تاخدي قوام كريمي ناعم جدا من الثوم او كريمة التومية او كريمة الثوم بكل سهولة. ضربته في الخلاط، طبعا القوام ما كانش ناعم معايا قوي. هزود كمان معلقتين زيت، وهزود كمان
3 باكو من المايونيز، او لو عندك مايونيز في العلبة ممكن تحطي معلقتين كبار، دي كمية كافية جدا. وبعدين هضربهم في الخلاط تاني لحد ما ينعم معايا وينزل معايا القوام كريمي كده زي ما انتي شايفاه، ناعمة جدا ولا هي تقيلة ولا هي خفيفة. وكمان لما تقعد هتتقل حاجة بسيطة، نفس القوام بتاع المحلات ونفس النكهة. وعايزة اقولك يعني بجد خطيرة، جربيها مش هتندمي ابدا ان انتي عملتيها في البيت. بس امشي على المقادير مظبوطة وزي ما عملتها كده اعمليها، وما خدتش زيت كتير ولا حاجة، حاجة كده سهلة ورهيبة بجد تحفة. ودي بقى اصل الشاورما، علشان خاطر تعملي شاورما صح لازم تبقى التومية بتاعتك مظبوطة 100% عشان تديكي برضو نفس النكهة. خلاص كده خلصتها، ودي كمية حلوة جدا اقدر احفظها في التلاجة. هتقعد معايا ممكن اسبوعين مش هيجرالها اي حاجة، وممكن اكتر كمان. والتومية هنا مظبوطة مظبوطة زي بتاعة المحلات بالظبط، جربيها مش هتندمي. هسيبها بقى على جنب. يبقى انا هنا جهزتها، وهجيب بقى العيش بتاعي. انا هنا استخدمت العيش الشامي، هقطع العيش كده، العيش الشامي الابيض، هقطع العيش كده بالطول بالشكل دوت. ممكن تقطعيه بالسكينة او بالمقص عادي جدا، هيتقطع معاكي بكل سهولة. وهمسك كده الصوابع اللي انا عملتها من العيش دي، وبعدين هقسمها كده لمربعات صغيرة بالشكل دوت. استخدمت 5 ترغيفة على قد كمية الفتة السوري اللي انا عاملاها. تقدري بقى تحمري العيش دوت في الفرن، او ممكن تحمريه في الزيت زي ما انت حابة. المهم ان هو يوصل معاكي للون حلو كده وما يتحرقش منك ويبقى جاهز معايا. تعالي بقى للفراخ كده بالتتبيله الرهيبه اللي احنا عملناها بعد ما قعدت 3 ساعات او كمان ليله كامله زي ما تحبي. هنزل كده بزيت على النار، يكون مش غزير قوي، يعني يا دوب ياخد كده نص الفراخ، ويكون سخن جدا، لازم يبقى سخن ما يتحرقش منك، لا يبقى سخن علشان لما اجي انزل الفراخ بتاعتي او الدجاج بتاعي يبقى ياخد صدمة كويسة جدا على النار. المهم ان انا لازم انفض الفراخ من المية اللي فيه دي كويس جدا، عشان طبعا ما يطرطش عليكي ويعمل مشكلة. فلازم انزل المية دي واصفيه، وبعدين انزله على طول في الزيت السخن. وبعدين هفضل ان انا اقلب كده، هيبدأ ياخد لون خفيف من تحت. هو كده لسه ما استوتش خالص، الشاورما بتاعتي لسه ما استوتش، لازم تاخد لون من فوق ومن تحت ومن جميع الاتجاه بنفس اللون دوت. وبعدين افضل اقلب فيها كده كويس جدا، افضل اقلب كل ما تاخد لون اقلب، ما اسيبهاش على جنب واحد لا. طب انا اعرف ازاي ان هي استوت ولا لا؟ ان انا اضغط عليها كده، لو لقيتها جامده معايا هي استوت، يبقى هي مش طريه من جوه ويبقى فيها ميه كتير. لازم الخطوه دي اول ما تحسي ان هي بدات ان هي تجمد معاكي كده تضغطي عليها، تحسي ان هي جامده صلبه شويه كده، هي استوت كويس جدا من بره ومن جوه. بصوا اللون تحفه ازاي، اللون ده رهيب رهيب رهيب. بس كده هي استوت، طلعتها وبعدين هسيبها شويه طبعا تبرد. الاساسي ان الخطوه دي لازم تحطيها في الفريزر طبعا بعد ما تبرد عشان تعرفي تقطعيها. تقدري تقطعيها بقى بعد ما تبرد خالص. بصوا الصوص اللي نازل منها ده مش دم، لا ده الصوص بتاعها اللي نازل، العصارة بتاعت الفراخ. بصوا الشاورما عندي مستوية من جوه كويس جدا. استني بقى، احنا لسه ما انتهيناش من كده. معلش الخطوات كتيرة بس لازم تركزي معايا انا بعمل ايه علشان خاطر تاخدي الطعم الاصلي للشاورما، ومحدش هيقولك على كل الاسرار والتريكات دي. المهم ان انا هقطعها كده، عايزه تقطعيها بقى قطع سميكه شويه او رفيعه زي ما تحبي. المهم ان بصي اللحم ابيض ازاي من جوه بس لسه طري، بس هي مستويه. طبعا احنا مش هنكتفي وهنسيبها كده، لا طبعا احنا عايزين بقى الطعم الاصلي بتاع بره. هي كده طعمها رهيب وطعمها حلو جدا، وبجد ريحتها كانت قلب البيت. هعمل ايه بعد ما قطعتها خالص؟ هجيب الجريل بتاعي او اي طاسه عندك من غير اي زيت ومن غير اي حاجه، هنزل كده بالشاورما بتاعتي ومن غير بقى اي ولا فلفل ولا طماطم ولا بصل ولا اي حاجه. فتة الشاورما السوري ما بتحطش عليها الحاجات دي خالص، هي بتبقى كده بس. وانتوا عارفين هي بتجيب من اشهر المحلات بكده. هقلب كده الشاورما بتاعتي الدجاج بالشكل ده اهو، لحد ما احس ان خلاص ان هي بدأت تنشف. مش هنشفها قوي لا، هتبقى نفس بتاعه بره بالظبط، نفس بتاعه المطعم بالظبط. والله هتشمي ريحه مش هتشميها غير لما تعمليها بالطريقه دي. شايفين؟ بصوا اللون، بصوا جمال بجد حلو ازاي.
انتي كده ماشيه صح كويس جدا، امشي على خطوات مظبوط. وبس كده انا خلصت. هبدا بقى ان انا اظبط كل حاجه. التوميه اهي جاهزه معايا بعد ما قعدت شويه، وكمان العيش بعد ما قطعناه وحمرناه وادينا له لون حلو، والرز اهوت بقى جاهز معايا. اخد معايا بالظبط بعد ما اتشرب من على النار 10 دقايق، اقل من ربع ساعة كان جاهز كويس جدا. ريحة ونكهة مفيش بعد كده، رغم ان احنا ما حطيناش توابل كتير زي اللي الناس بتحطها، لا خالص. المطاعم ما بتعملش الرز البسمتي كده. الرز البسمتي بتاع الفتة الشاورما السوري ما بيتعملش بتوابل كتير، هو يدوب بس كركم وملح وفلفل اسمر، حاجه بسيطه علشان خاطر لونه ما يغمقش، وطالع مفلفل معايا مش معجن ومظبوط على الشعره. ودول كانوا 3 كوبايات من الرز. هبدا ان انا ارص الفته بتاعتي زي المطاعم، وده الطبق اللي بيتقدم فيه. هبدا كده اخد حبه عيش واحطه كده تحت، والرز كمان بتاعي يبقى سخن. وبعدين هاخد طبقه من الرز، وهاخد كمان التوميه او كريمه التوم او كريم التوم، وهنزل كده على الرز من فوق. انا حطيتها في كيس حلواني عشان اقدر اتحكم فيها، اعمل الخطوط دي واعمل شكل حلو تبقى زي بتاعه بره بالظبط اللي هي الجاهزه. وبعدين هاخد الرز البسمتي بتاعي وهنزل كمان بطبقه على الطبقه دي. وبعدين هاخد الفراخ حلوه جدا 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 جدا، لازم تعملوها. هنزل كده بطبقه من الشاورما السوري بتاعتي الدجاج، وبعدين هنزل كمان بطبقه كمان او خطوط كده على الوش بكريمة التوم او التومية، او بالشكل اللي انت تحبيه. وده كده طبق جاهز معايا. ودي بقى انت بتجيبي الطبق دوت بكام؟ احنا عملناه في البيت باقل التكلفة. ودي الطبق التاني اهوت. لو عايزة تعملي الشكل دوت المتعارف عليه في بعض المحلات الشهيرة، اعمليه بالشكل دوت، سهل جدا مفيهوش اي حاجه. انا ما حطيتش التوميه بالمعلقه علشان خاطر ما يبقاش في حته كبيره من التوميه محطوطه في الطبق والحته التانية مفيش. لا، انا حبيت ان انا اوزعها بالطريقه دي، ودي عطت شكل افضل كتير وزي المطاعم بالظبط. ولو عايزه تقدميها في طبق كده، عملت 4 اطباق كبار من فتة الشاورما السوري بكل سلاسة، ونزلت كمان بالكيس الحلواني التومية بالشكل ده. روعة روعة بجد، لازم تجربوها. والريحة والطعم هو نفس الطعم، ومش بقولك كده وخلاص، لا بجد نفس الطعم، حاجة كده مفيش بعد كده. هتتهبلي عليها انتي وولادك، والكل مش هيصدق ان انتي عاملاها في البيت، هيفكروكي جايباها جاهزة من بره. بس تشطري كده معايا. ودي كانت وصفتي النهاردة، هعلمك كل حاجة. وزي ما عملنا اكلات المطاعم، تعالي بقى اعلمك على اكله حرشه بجد هتحبيها جدا. بناكلها من بره في المطاعم والاكلات الشعبيه، هعملها لك النهارده في البيت بنفس التكنيك بالظبط. وتحدي نعمل مع بعض الفشه المحبشه. هعمل لك الفشه بطريقه المصمت بالظبط، بجد هتاكلي كده صوابعك وراها. لو انتي مش بتعرفي تعمليها، هعلمها لك النهارده بكل سهوله. ولو هي من الاكلات اللي انتي مش بتحبي تاكليها، بجد من النهارده بعد الفيديو دوت هتبقي مدمنه للفشه بعد الطريقه اللي انا هقولك عليها دي، لان هي حاجه بجد كده تفتح النفس، طعم وريحه مفيش بعد كده. ويلا بقى تعالي اقولك بتتعمل ازاي. اول حاجه انا هشتري الفشه، هي بتتجاب كده من عند الجزار، بتبقى كبيره كده، حجمها بيبقى كبير بالشكل دوت. انا هنا هعمل حوالي كيلو من الفشه. بيديكي حته كده معاها بتكون زياده، وبيبقى اسمها حلويات. الحلويات دي عايزه اقولك بتتعمل مع الفشه حلوه جدا. هو اصلا ما ضحكش عليكي ولا حاجه، ولا زود لك كده حاجه ما بتتاكلش، لا خالص. ده دي اللي بتدي الطعم والنكهه والريحه وحاجه كده فوق ما تتخيلي. فلو حطها لك يبقى انت كده تمام. لو ما حطها لكيش اطلبيها انت منه، لان هي دي اللي بتعزز الطعم وبتنقل الطعم في حته تانية خالص. وبامانه الفشه ما بتبقاش حلوه من غير الحاجات الاضافيه اللي بتبقى معاها دي. بصي بقى، انا جبتها وغسلتها تحت الحنفيه. لو كان فيها تراب او اي حاجه لازم اغسلها كويس جدا، وهصفيها شويه واسيبها كده على جنب لحد ما تنزل اي سوائل فيها اللي هو الدم بتاعها يعني. وبعدين هقطعها كده لقطع صغيره. احنا هنا هنقطعها بالتقطيع اللي انت عايزاها عادي جدا. ممكن لو مش عايزه تقطعيها وعايزه تعمليها كده بحالها اعمليها عادي جدا، بس انا بفضل ان انا اقطعها علشان خاطر تستوى كويس، وكمان ما تاخدش معايا وقت على النار، وكمان تنزل كل السوائل اللي فيها وما تبقاش زفرة من جوه، لان ساعات بيبقى فيها زي فتحات كده بيتجمع فيها الدم من جوه. فانا هتفادى الخطوة دي خالص وهقطعها كده عشان تنزل اي زفارة فيها.
بعد ما سبتها تتصفى كويس وتنزل الدم اللي فيها، هجيب ميه بتغلي على النار وبعدين هحطها في الميه كده بالشكل دوت علشان تنزل لي اي زفاره فيها. وكمان هحط كمان القطع الزياده دي معاها، مش هسيبها خالص، هديها بس كده غلوة على النار او غلوتين. بصي هتلاقي هنا منزلة معاكي زي ريم كده، دي الزفارة بتاعتها. انا مش هسلقها، انا هديها بس غلوتين على النار، يعني حوالي كده 10 دقايق لحد اللون الاحمر بتاعها دوت ما يروح تماما. وبعدين هي كده مش داخله في السوا، هي بتاخد وقت شويه على النار. وبعدين هغطسها كده، هي بتحسي ان هي طلعت معاكي على الميه من فوق، ده عادي جدا. هخليها بس كده غلوتين 3 وهقلبها كده لحد ما اتاكد ان خلاص مفيش اي حته فيها حمرة. وبعدين هطلعها واصفيها بالشكل دوت. لازم اعمل الخطوه دي، الخطوه دي بتخلي الزفاره كلها تروح. يبقى انا كده عطيتها زي شطفه كده بالميه السخنه عشان لو في دم زياده او اي زفاره تنتهي تماما. انا كده خلصتها، هطلعها بقى في طبق واسيبها تبرد تماما. والميه دي انا استحاله احطها فيها تاني، هسيبها كده وهرميها واتخلص منها تماما. هديها شطفه كمان تحت الحنفيه بالميه العاديه خالص واسيبها كده شويه تبرد معايا. هستخدم بقى ايه عشان اسلقها؟ هجيب بصلايه يعني حوالي حجمها يكون وسط بالشكل ده، وهقطعها كده بالشكل دوت 4/4، وبعدين اقطعها كده مكعبات صغيره علشان اخد النكهه اكتر. بتفرق جدا لما بتحطيه صحيح. وهجيب كمان فص ثوم واقطعه كده شرايح، مش هحطه صحيح برضو علشان النكهه تبقى اقوى معايا. وكمان ورق لوري، وهجيب كمان حبهان، وكمان جوز الطيبه. هاخد كده بشره او بشرتين من جوز الطيبه، وملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه، وكمان كمون. من كل حاجه نص معلقه صغيره. الملح على حسب ما هتملحي الاكل بتاعك، شوفي انت بتحبي ملحك ايه. هجيب بقى حله على النار واخليها تغلي كويس جدا، وهحط فيها التوابل كلها اللي احنا حضرناها مع بعض، البصل مع الثوم مع البهارات اللي انا قلتلك عليها بالشكل دوت. هسيب الميه دي تغلي كويس جدا، مش هحط الفشه فيها وهي بارده. اول ما تغلي كده معايا هنزل الفشه على طول. بصوا هنا عايزه اوريكم ان حجم الفشه اختلف ازاي، ولما تحطيها وتسلقيها اول ما تدخل في السوا هتلاقيها حجمها صغر اكتر، لان الجزار بينفخ الفشه بيملاها تقريبا ميه فبتبقى منفوخه. مش ده الحجم الطبيعي اللي هي بتطلع طبعا من البقره او الجاموسه او الخروف، مش بيبقى ده حجمها الطبيعي. هسيبها كده بقى مع المنكهات دي تغلي على النار لحد ما تستوى تماما. وتعالي بقى نحضر مع بعض اهم حاجه اللي هي التحبيشه. التحبيشه دي هي اللي بتنقل الفشه في حته تانية خالص. جربيها بطريقتي بجد مش هتندمي ابدا ان انت عملتيها. معايا كمون وملح هحطه كده في الهون او في الكبه بتاعتك، لو عندك كبه صغيره تعملي على قد الكميه. ومعايا فلفل اخضر وفلفل سبايسي و5 من فصوص الثوم، وهضربهم كده في الكبه بتاعتي او بالهون اي حاجه. المهم ان انا هنعم الخليط دوت كويس جدا علشان يديني كده طعم وريحه مفيش بعد كده. ودي بتبقى الدقه بتاعتها، هي بتتعمل كده بالطريقه دي. هعملهم كده لحد ما ينعموا معايا تماما، ودي خطوه ضروريه جدا لحد ما يوصل بالشكل ده. شايفين؟ عايزه اقولك التحبيشه ريحتها واصلالك بجد حلوه جدا، جربيها. وحاجه بسيطه جدا بتنقل الطعم في حته تانية خالص. هنا الفشه استوت معايا، هنا بصي الحجم اتغير ازاي. عايزه تعرفي استوت ازاي؟ انت هتدخلي الشوكه فيها، اول ما تدخلي الشوكه فيها تدخل بكل سهوله هي خلاص استوت، او تشدي الطرف بتاعها اتشد معاكي برده بكل سهوله، هتبقى كده استوت تماما وجاهزه على انك تعمليها. ودلوقتي هقولك انك تفرزيها ازاي وتحطيها في الفريزر وتقعد معاكي وقت طويل جدا ولا يتغير طعمها ولا لونها ولا اي حاجة. بكل امانة انا بعملها وبحطها في الفريزر وبطلع منها على قد ما انا عايزة. هجيب كده الفشه واقطعها كده بالشكل دوت. قطعي بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. في ناس بتحب تقطعها شرايح كده رفيعه زي الطحال، وفي ناس بتحب تقطعها مكعبات صغيره، فانا هقطعها مكعبات صغيره عصافير كده زي الكبده بالظبط اهو بالشكل دوت لحد ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه. يعني انا بحب الفشه بصراحه كده لان هي بتبقى احسن بكتير. هخلص الكميه اللي معايا وهقطع كمان معاها الحاجات الزياده اللي هي بتيجي معاها، قلتلك دي بتحلي الطعم جدا لحد ما هتبقى بالشكل دوت.
طيب هنفرزها بقى ازاي؟ هجيب علبة نظيفة ومتعقمة واخد جزء من الفشة والجزء من الاضافات اللي معاها دي اللي هي الحلويات، وهحطها في علبة وفي الفريزر على طول، واطلع منها وقت ما انا عايزة. هتقعد معاكي اطول وقت ممكن، مش بيجرالها اي حاجة. اعملي كده كمية وشيليها على جنب، هي دي الكمية مثلا اللي انت هتاكلي منها النهاردة، وطلعيها على قد الحاجة. ممكن تجيبي كمية وتسلقيها مرة واحدة وتشيليها. والله ما بتقول، انا بعملها كده على طول بكل مصداقية، بقولك على اللي انا بعمله وبينجح معايا كويس جدا. هجيب بقى شوية زيت حلوين كده عشان هي بتحب الزيت شوية، يعني زي الكبدة كده بالظبط. وبعدين هسخن الزيت كويس وهنزل بالفشة والحلويات مع بعض، وبعدين هحط التحبيشة بتاعتي او الدقة بتاعتي بالشكل دوت. انتي اول بقى ما تحطي المكونات دي كلها كده على النار هتشمي ريحة بجد فظيعة، المصمت كله هيبقى في بيتك. وبجد يعني الطريقة دي حلوة جدا. وبعدين هنزل كمان عليها بالفلفل الاخضر الحامي او بارد لو انتي حابة يعني، بس هي بتبقى حلوة قوي وهي حرشة كده وحامية، بتبقى بجد طعمها حلو جدا. انا بقى مش هضيف عليها ولا فلفل الوان ولا بصل ولا الحاجات الغريبة اللي الناس بتحطها دي. بجد انتوا ازاي بتاكلوا الفشة كده؟ الفشة فعلا ما بتتاكلش غير بالطريقة دي يا جماعة، وهي بتتسلق بالطريقة دي برضو، هي دي الطريقة الصح بتاعة المصمت. انا عمري ابدا ما شفت فشة بتحط عليها فلفل الوان والحاجات الغريبة دي. الناس اللي متعودة بتاكل في مصمت بتبقى عارفة ان الفشة بتبقى بالطريقة دي، ما بيتحطش عليها اي حاجة تانية. وممكن نقطعها كده زي ما قلتلك عصافيري كده صغيرة، او ممكن تقطعيها شرايح عادي جدا، مش هتقول لا. عايزه اقولك الفشه دي بتاكل كده لوحدها، بس انت لو عايزه تعملي معاها اي حاجه تانية من الحاجات المصمت اعمليها. الفشه بطريقه سهله جدا عملتها لك النهارده وبكل سهوله، وهتقدميها في الطبق بتاعك. هي بتتاكل سخنه، وعايزه اقولك لما بتبات، يعني انت لما تعملي التحبيشه بتاعتها دي وتبات بتبقى طعمها احلى واحلى. جربي وعلى طريقتي اعمليها، بجد مش هتندمي ابدا. الفشه بكل اسرارها عملتها لك من النهارده، هتحبيها وهتعمليها صح. يلا اعمليها بقى وفرزيها وبكل مصداقيه، قلتلك على كل اسرارها. بس كده ده كان فيديو النهارده. ما تنسينيش بقى في اللايك وفي الاشتراك وكومنت حلو منك ودعوه كمان حلوه منك. كانت معاكم منى السيد من قناه وصفات منى السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.